الملعب ولع. الملعب ولع. اسمع. تسمع لبلاغ لراجل زي ده والله العظيم من اخطاء محمود الخطيب الكبرى ان هو تنازل عن سجنك تاني. تتسجن تاني يا مرتضى، وهتتسجن تاني يا مرتضى، والزمالك هو اللي هيعيش. انما هنجري ورا واحد زي ده انتوا عارفين هو مين وعارفين بيعمل ايه، عارفين انه هيموت يا عيني، اتبهدل بهدله، معزول. تبقى ايه انه اخر رئيس لنادي الزمالك منتخب واخد لقب مرسي، نهايته هتبقى زي مرسي بالظبط، ما يفرقش عنه كتير. وعامل لنا بقى بيان انه دخل الحمام وحط الورق مش عارف فين. من امتى بتمسح بالورق ده يا مرتضى؟ من امتى بتمسح بورق زي ده؟ دي لغه؟ ده حد حضراتكم توقفوا النادي وتوقفوا ارض علشان تشوفوا البلاغ بتاعه؟ مين وزه؟ مين واقف وراه؟ هو عمرو اديب هنا بيقول منصور مين اللي سندك؟ انت برضه عمرو اديب مين اللي سندك؟ انت بتتكلم في ايه؟ انت بتقول مرتضى منصور بقى زي مرسي معزول. ماشي. انت حضرتك استاذ عمرو مين اللي سندك؟ وانت حضرتك معلش ماليش دعوه بالزمالك والاهلي، بتتكلم وبتغلط بصفتك ايه؟ معلش القناه دي مش قناه الزمالك، دي قناه ام بي سي مصر تبع السعوديه. انت بتتكلم بصفتك ايه؟ معلش. محب للزمالك اتكلم محب للزمالك عادي وشجع الزمالك، لكن ما تغلطش في حد. ما تغلطش في حد. حد غلط فيك اغلط فيه في شخصه. ماشي، لكن انت دخلت حوار الزمالك فيه. انت زعلان منه عشان خاطر هو رزق الزمالك للارض، فدخلت الامور في بعضها وشخصنت الامور. انت حضرتك بتتكلم بصفتك ايه؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه برضه. وانا مستني مرتضى. انا مع مرتضى. بامانه ربنا مع مرتضى. على الدغري. لا انا مع مرتضى انه يرد عليه بكره. مش مع مرتضى ده ما يفرقش معايا ده ولا ده. مع احترامي يعني. راجل بيحب الاهلي وراجل بيحب بلدي. معلش. انا شايف ان سواء ده او ده مش حد فيهم مع الغلبان. كلمتين بس وخلاص. الغلبان المواطن اللي هو المواطن المصري الطيب الغلبان مش حد فيهم معاه.